يا مساء الورد على احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى احنا هنعمل الشريك اللي بعجينه هشه وطريه جدا وبمكونات اقتصاديه جدا، مش هكلف كويسه جدا يعني، ومش هتكلفنا حاجه باذن الله يا حبايبي. احنا هنا معانا كوبايتين دقيق، معانا هنا دي كوبايه تالته يا حبايبي، يعني ايه نحطها او ما نحطهاش هنا حسب العجين. ونص كوبايه زيت، معانا نص كوبايه سكر، معانا بيضه اهيت، احنا ايه شايلين الصفار لوحده والبياض بتاع البيضه بتاع البيضه لوحده. وهنا معانا اهوت يا حبايبي، معانا كوبايه لبن، سواء لبن عادي او لبن بودر يا حبايبي، وكيس بيكنج باودر، وكيس خميره فوريه مع الفانيليا. احنا هنا جبنا ايه بقى، معانا كوبايه ميه وحطينا فيها معلقتين لبن بودر يا حبايبي. او يعني عندك لبن بودر موجود ماشي، عندك لبن عادي يعني مفيش مشكله. نزلنا هنا، هننزل بقى بالحاجات السائله كلها اللي هي بقى ايه، بياض البيضه، اللبن البودر زي ما انا قلت لكم، كوبايه ميه، الخميره الفوريه. هننزل بقى بنص كوبايه الزيت اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهوت اهو. وطبعا بقى ايه الشريك بقى يا جماله كده لما نيجي ناكله بقى بكوبايه شاي كده. إيه طبعا بقى يبقى حاجه ما فيش بعد كده. بألف هنا وشفا لك يا رب الطريقه كده تعجبكم، وتضغطوا لي لايك واشتراك في القناه، واللي اول مره يشوفني يضغط زر الجرس عشان يوصل لكم، ويضغط الكل عشان يجيلكم مني كل جديد يا حبايبي. يبقى احنا هنا كده نزلنا بالايه، باللبن، بالزيت، بالسكر، بالفانيليا، بالبياض بتاع البيضه اهوت يا حبايبي، بالخميره اهو. ونبدا ايه نقلب كله بقى ايه في بعضه كده يا حبايبي اهوت، بالمضرب اليدوي او مضرب كهرباء، يعني اللي يريحك يعني، اللي المتاح عندكم يعني، ما نصعباش على نفسنا. اهو يا حبايبي نبدا بقى نضرب كله ببعض اهوت حبايبي. وان شاء الله الطريقه تعجبكم وتكون سهله وغير مكلفه جدا. طبعا احنا عارفين ان البيض غالي والسكر غالي، فايه المكونات بتاعتنا اقتصاديه جدا الحمد لله يا حبايبي. مش يعني إيه، احنا عاملينه بمكونات ما تكلفناش حاجه زياده، لا بيض كتير ولا سكر كتير ولا اللبن اللبن عادي، لا عندك لبن بودر بيقضي الغرض يا حبايبي. يبقى احنا كده ضربنا ايه الحاجات السايله بقى كلها. نبدا ننزل يا حبايبي بالايه. طبعا احنا حطينا البودر فين على الدقيق اهوت، واحنا طبعا نخلنا الدقيق عشان يخش هوا، علشان لما يجي نخبزه ان شاء الله يبقى نافش كده معانا وجميل وهش وطري يا حبايبي. اه زي ما انتوا شفتوا اهوت، احنا كده ايه نزلنا بكيس البودر يا حبايبي اهو زي ما انتوا شايفين اهو. معلقه كبيره بودر يعني، هو يعتبر كيس البودر اهوت يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله يعني. والله الطريقه سهله جدا وهتعجبكم باذن الله يا حبايبي اهوت. ها. وديت ايه ده السكر اهو برضه هننزل بيه. احنا قلنا ايه المكونات السائله هننزل كلها مع بعضها، والمكونات اللي هي الجافه هننزل كلها مع بعض. احنا نزلنا بالايه، البودر، الدقيق، السكر، والخميره الفوريه. طبعا احنا نزلنا بقى فين في المواد السائله يا حبايبي اهي. زي ما انتم شايفين كده نبدا نقلب. وزي ما انا قلت لكم الكوبايه اللي هي التالتة، احنا ايه, ركننا عشان لما نيجي نعجن لقينا العجينه يعني طريه مننا او سايله مننا، نبدا ايه نزود كوبايه الدقيق الفضل اي حبه كده. نزلنا بالايه بال بالدقيق اهوت عفوا اهوت يا حبايبي. نبدا بقى ننزل بالدقيق كله اهو، وهنبدا بقى بالعجين اهوت. اه يا حبايبي نبدا بقى ايه، ما نعجنش عجين كده، لا نبدا ايه نقلب اهوت زي فرقه كده اهوت في قلب المواد السائله بتاعتنا في اللبن اهوت يا حبايبي، مع البيضه مع مع اللبن اهو. ان شاء الله الشريك كده بقى يعجبكم وتجربوا الطريقه، وهي سهله جدا وزي ما قلت لكم غير مكلفه. شريك طري وعجينه هشه جدا وطري جدا وما شاء الله جميل. اه يا حبايبي احنا كده هو زي ما انتم شايفين ما شاء الله العجينه اهي عجناها وجميله جدا وطريه في ايدنا اهي اهي ما شاء الله ربنا يبارك اهيت اهي. اه يا حبايبي طبعا بقى بعد بقى ما عجناها كده هنبدا بقى ايه نغطيها اهوت يا حبايبي. احنا كده عجناها والعجينه ما شاء الله زي ما انتم شايفينها يا حبايبي اهيت جميله جدا اهي. هنبدا بقى ايه نغطيها بقى كيس استرتش بقى وكيس تلاجة إيه لحد بقى ما ايه العجينه بقى تبدا تخمر اهي يا حبايبي. زي ما انتم شايفين بسم الله تبارك الله ما شاء الله جميله جدا اهي اهي جميله جدا. هنبدا بقى ايه اهي نهبطها بقى العجينه اهي يا حبايبي
ونلمها بقى اهي. ما شاء الله زي ما انتم شايفينها، الله اكبر، العجينه خمرانه وجميله جدا اهيت. ونبدا بقى نلم العجينه، وهنبدا بقى في ايه، في تشكيل العجينه حبه. بس الاول هنلم العجينه اهيت زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله جميله جدا اهي. اهي وهي ما شاء الله زي ما انتم شايفين اللي هي سهله جدا، يعني مش محتاجه ايه يعني، ما شاء الله. وادي احنا بعد ما لمينا العجينه على بعضها سيبناها كده قيمه 5 دقايق برضو تاني. ادي حبايبي اهي كده بقى اهي. نبدا ايه نشكلها بقى اهي يا حبايبي. هنقطعها بقى ايه كور صغنونه كده ما شاء الله. وادي كده ال3 كوبايات دقيق يا حبايبي اهي. ما شاء الله العجينه جميله جدا. على الرخامه طبعا، الرخامه بتاعتنا تكون نظيفه طبعا اهي يا حبايبي. وطبعا بقى معانا ايه الصواني بتاعتنا بقى، نكون ايه دهنينها زيت خفيف كده، عشان لما نيجي نخبزه ما يلزقش منه. ونبدا يا حبايبي بقى بالتشكيل اهوت. ادي احنا كده فردنا العجينه اهي، بسم الله ما شاء الله جميله جدا، تفرد معانا ولا ملزقه معانا ولا اي حاجه، ما شاء الله جميله 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 اهي يا حبايبي اهي. وطبعا بقى لما بنيجي بقى نقفلها ما نسيبهاش ايه زي ما انتوا شايفين. شوفوا انا عاملاها ازاي اهي يا حبايبي. نيجي بقى نقفلها، ما نسيبهاش في الجنب كده، لا طبعا نجيبها بقى من تحت. هشوفهم كده لا، كده تفك مننا. هنبدا بقى نعمل ايه، نعمل القفل بتاعها من تحت يا حبايبي اهي كده زي ما انتم شايفين اهو. هوريها لكم حالا في الصينيه اهي. القفل بقى بنحطه فين؟ القفل بقى من تحت الايه، من تحت العجينه، علشان لما تيجي تستوي ما يفكش مننا حبايب اهو. ادي كده احنا شكلنا العجينه بحالها، بسم الله ما شاء الله جميله جدا اهي يا حبايبي. وطبعا بقى احنا كده ايه بعد ما خلصنا سيبناها ايه تخمر تاني. فلما طبعا خمرت تاني بتبدا ايه العجينه تنفش زي ما انتم شايفينها كده. طبعا انتوا عارفين ان احنا معانا ايه صفار البيضه. طبعا صفار البيضه هنعمل فيه ايه، هنحط فيه شويه فانيليا علشان ايه يضيع زفاره البيض يا حبايبي. ولو ما عندناش بيض برضو، او انت يعني يعني عشان الغلا اللي احنا فيه ربنا يرحمنا يا رب الله المستعان، ممكن سنة سمنة حبايبي، وتحط فيها سنة فانيليا كده وتدهين الوش. ليه بقى بندهنه؟ عشان يبقى يدينا لمعة كده، وهتشوفوه بعد ما يستوي حبايبي. ان شاء الله يعجبكم جدا يا حبايبي اهو. هتشوف اخر الفيديو هتلاقي الشريك ما شاء الله جميل جدا اهو. ادي يا حبايبي ننزل بقى بالفرشة كده ندهن الوش بتاع الشريك يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهوت، ما شاء الله جميل جدا. وقلنا الفانيليا ليه؟ عشان بتضيع زفرة البيض، مبقاش ما جيش ناكله ونلاقيه زفر كده واحنا بناكله يا حبايبي اهو يا حبايبي كده. ادي احنا كده عملناه، وادي احنا كده دخلناه في الفرن اهوت. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، جميل. وشوفوا هشه ازاي، الله اكبر، والوش جميل جدا. وان شاء الله زي ما قلت لكم بقى الفيديو عجبكم، وتضغطوا لي لايك واشتراك في القناه، ولو اول مره تشوفوني دعموني بلايك واشتراك واضغطوا زر الجرس. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.